بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذه الحلقة التي نجيب فيها على سؤال: ما هو عيد غدير خم الشيعي الذي طلب علي خامنئي المرشد الأعلى للثورة الإيرانية في إيران من الرئيس التركي أردوغان أنه يسمح بإقامة هذا الاحتفالات العيد الشيعي داخل تركيا كشرط للصداقة بين تركيا وإيران، وإلا فإن إيران سوف تستمر في خلق المتاعب داخل تركيا. ونحن نشاهد ماذا تفعل إيران في الأراضي التركية وعمليات القبض على شخصيات إيرانية بيجري تكليفها بأمور من المخابرات الإيرانية. فما أهمية هذا العيد؟ إيران أقامت نشاطات هذا العيد من قبل في اليمن، وأقامتها في سوريا، وأقامتها في العراق، وأقامتها في لبنان، وإيران تريد أن تكون تركيا أيضا مثل سوريا والعراق واليمن ولبنان. عيد غدير خم الشيعي، يزعم الشيعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما اقترب من الوفاة أراد أن يورث الحكم لأحد أقاربه اللي هو علي بن أبي طالب، وبأنه من الرسول يعني هو عبارة عن ملك، وهذا الملك قد جاءته الوفاة، وبعدين لم يجد ليس له ولد ذكر، فقرر أنه يسلم الحكم لأحد أقاربه اللي هو زوج ابنته وابن عمه. وبعدين سيدنا علي كل همه في الحياة وفقا للرواية الشيعية التي نعترض عليها طبعا، كل همه أنه طامح في الحكم وطامح في السلطة، سلمون الحكم سلمون الملك وهكذا. تعالوا نبدأ بغدير خم وحديث غدير خم، وهو حديث أو رواية مكذوبة وضعت على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم، يرفضها القرآن ورفضها الإمام البخاري والإمام مسلم والإمام النسائي والإمام الترمذي. تعالوا نبدأ. أولا، من الدول، آخر دول جرى الاحتفال بها كل سنة يقام احتفال بعيد غدير خم، آخر الدول اللي احتفل بها بهذا العيد الشيعي في اليمن. هنا الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح يتحدث أنه إيران طلبت منه أن يسمح بإقامة هذا العيد الشيعي. هيتحالف هو مع ميليشيات إيران، وبعدين ميليشيات إيران ستقتله. تعالوا نشاهد وهو يحكي لماذا الطلب الإيراني منه كما طلبوا من أردوغان بإقامة عيد الغدير. كانت الغدير غير موجودة إلى قبل حوالي 14 عام، وجاءت التعددية السياسية وقلنا بدأ الغدير، قلنا اتركوهم ما هي مشكلة يعبروا عن آرائهم كذا كذا، وجاء الغدير وكان لا يوجد غدير. وإذا الغدير ينطلق في صعبة بالآربجية ويقتلون أنفسهم. بدأت تحركاته الغير معتادة، الاعتداء على المساجد، جباية أموال من المواطنين، يقول لكل مواطن يشتري ب 500 ريال لحم، ينبغي أن يشتري ب1000 ريال ذخيرة للدفاع عن نفسه، لأنه أمريكا ستهجم علينا. هنا أيضا احتفالات في بعض الدول العربية، وهنا أيضا يعني بعض الشيعة يقومون بعمل مسرحيات مسلسلات إلى آخره عن هذه القصة، لأنه عيد غدير خم هو المؤسس للعقيدة الشيعية. الرواية الشيعية بكل اختصار تقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم أرسل خالد بن الوليد إلى اليمن، وبعد أن أرسل خالد أرسل في خلفه من؟ سيدنا علي بن أبي طالب، ليكون مسؤول عن توزيع الغنائم إلى آخره وتقسيمها إلى آخره. فأرسل علي بن أبي طالب خلف خالد، وبعد ذلك علي بن أبي طالب قام بتقسيم الغنائم، وبعدها يحصل الخلاف بينهم على تقسيم الغنائم. وبعد ذلك سيدنا علي هيرجع على الحج في مكة. ثم انطلق الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غدير اسمه غدير خم، اللي هو غدير يعني موضع ماء، فده ماء خم. وطبعا هذه صحراء، والمسافة بين مكة والمدينة 500 كيلو، 10 أيام بالجمال يعني. فطبعا ان انت بتنزل عند كل موضع ماء للشرب إلى آخره. طيب، يقول الشيعة أنه عند غدير خم الرسول خطب في الصحابة الذين تبقوا معه، يعني أقلية يعني، لأنه غالبية الصحابة اللي كانوا في مكة لم يأتوا، وأيضا ليس كل الصحابة من المدينة جاءوا، وكل القبائل العربية اللي أسلمت لم تشاهد هذا. فيقول أنه طلب
أعلن في عند هذا الماء أنه تنصيب علي حاكما وخليفة ووارثا للحكم. وهي طبعا هذه الرواية الشيعية كما نشاهد بتحمل في طياتها كذبها أن الرسول صلى الله عليه وسلم لو أراد أن يجعل علي بن أبي طالب من بعده لكان أعلن ذلك في مكة في موسم الحج أمام كل الناس. هم لو أراد أن يجعله خليفة لجعل الناس تبايع عليا مبايعة وليس علي من بعدي يلا أنا أوصيتكم، لا، كان أخذ له البيعة أنه علي هو من سيحكم من بعدي. طب إذا أنا يا إيران صدقت هذا وأنه علي هو الأحق بالخلافة، علي مات وأبو بكر مات وخلاص موضوع انتهى، يعني خلاص احنا موافقين، آمنت بهذا كده أنا خلاص أصبحت مسلم وشيعي وأدخل الجنة. قالوا لا، الحكم لابد يكون في نسل علي بن أبي طالب. أنا موافق. فأنت الخميني ده من نسل علي بن أبي طالب؟ قالوا لا والله لا، ليس من نسله. طب خامنئي المرشد الأعلى لإيران يعني أنت من نسل علي بن أبي طالب؟ قال لا لست من نسله. طب امال يعني أنتم اغتصبتم الحكم من أحفاد علي بن أبي طالب، كما إن أبو بكر اغتصب الخلافة من علي، فالخميني وخامنئي اغتصبوا الخلافة والحكم من أحفاد علي الموجودين حاليا. فستجد أن كل الدول الشيعية لا يحكمها أحد من أحفاد علي، وكلها ترفع راية علي وحق علي وحق أولاد علي وأحفاد علي. طب اتسقوا مع أنفسكم، الخامنئي المفروض يتنازل عن الحكم. يعني أنا عاوز أفهم، يعني خامنئي لما يطالب أردوغان يقول له اتبعني ولابد تقول إن علي كذا، طب أنت خامنئي لسه من أحفاد علي ولا أردوغان من أحفاد سيدنا علي؟ تمام. المهم، طيب أنا من قبل أعتذر ذكرت أنه هذه الواقعة صحيحة، ولأني سمعت بعض المحاضرات لبعض المشايخ وهو أثق فيهم كانوا يقولون هذه الروايات صحيحة، وأنا كنت أعد هذا الفيديو في إطار هذا، لكن فوجئت أنه الإمام البخاري كذب هذه الرواية، والإمام مسلم صحيح مسلم كذب هذه الرواية، والإمام النسائي كذب هذه الرواية، وشيخ الإسلام ابن تيمية كذب هذه الرواية، ومن قبل القرآن الكريم كذب هذه الرواية. تعالوا نبدأ هنا في كتاب سنن النسائي الكبرى. ركز في كلمة الإيه؟ الكبرى. طيب الحديث رقم 8092 والصفحة 310 بيروي الواقعة، فبقول عن زيد ابن أرقم، يعني الواقعة منسوبة للصحابي مين؟ زيد ابن أرقم. يقول قال لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد حجة الوداع نزل عند غدير خم أو ماء خم، وبعدين الرسول تحدث وقال كأني قد دعيت، يعني الموت اقترب يعني، فأجبت، دعيت إلى نداء ربي يعني، فأجبت إني قد تركت فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله، خلي بالك إيه، أحدهما أكبر من الإيه؟ من الآخر، كتاب الله وعطرة أهل بيتي. عطرة أهل بيتي يعني إيه؟ ابنتي فاطمة وأولادها الحسن والحسين. فإذا إذا افترضنا صحة هذه الرواية والإمام النسائي نفسه يكذبها، فإنه السيدة فاطمة هنا أكبر من القرآن، أو سيدنا علي أكبر من كتاب الله، والحسن والحسين أكبر من كتاب الله، فهو يقول أهو أحدهما أكبر من الإيه؟ من الآخر. فواضح جدا، وإحنا نأتي للرواية الشيعة لهذه الإيه؟ الرواية. ثم قال إن الله مولاي، مولاي يعني حليفي أو نصيري يعني، وأنا ولي كل مؤمن، أنا حليف أو نصير كل مؤمن. ثم أخذ بيد علي فقال من كنت وليه فهذا وليه، اللهم والي من والاه، يعني انصر من نصره. ركزوا في دي بقى، أيضا دي جزء كذب الرواية، يعني إنه اللي ينصر سيدنا علي ربنا هينصره. احنا هنشاهد طبعا في الأحداث القادمة إنه في ناس هتنصر سيدنا علي وتهزم، وسيدنا علي نفسه لن ينتصر، حتى في معركة صفين لم ينتصر. وعادي من عاداه، أيضا ده تخالف القرآن، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وإن طائفتان من، وسيدنا علي كان مؤمن وسيدنا معاوية مؤمن، وكلاهما طائفتان اقتتلا. فهنا بينفي الإيمان عن من قاتل سيدنا علي، واللي قاتل سيدنا علي كانوا صحابة أيضا يعني.
طيب الدليل يا جماعة إيه؟ الدليل هو نفسه الإمام النسائي الذي وضعها. الإمام النسائي عمل كتاب ضخم جدا اسمه سنن النسائي الكبرى، هو معروف بهذا، وده فيه الأحاديث الروايات الضعيفة مع الأحاديث الصحيحة. وبعد ذلك عد كتابا ثانيا أصغر أو سنن أو معروف باسم سنن النسائي الصغرى، الأحاديث الصحيحة. أدي هنا سنن النسائي الصغرى، لأنه أمير الرملة في فلسطين قال له: هل كتابك الكبير كل أحاديثه صحيحة؟ فقال: لا. ده الإمام النسائي الذي يشهد بهذا. قال له: خلاص اعمل كتاب آخر للأحاديث الصحيحة فقط. فعمل الإمام النسائي هذا الكتاب. لما تدخل في هذا الكتاب تجد أن الإمام النسائي قد حذف هذا الحديث من الأحاديث الصحيحة. فإذا ده حكم الإمام النسائي أن هذه الرواية ليست صحيحة. طيب نأتي إلى الرواية أيضا الشيعة بيحتجوا علينا، بيقولوا والله هذا أيضا ورد في كتاب الترمذي، هنا المجلد السادس، المناقب والفهارس. ركز في كلمة المناقب. المناقب يعني الفضائل، فضائل سيدنا أبو بكر، فضائل سيدنا عمر. سيدنا عمر كان راجل شجاع، سيدنا عمر كان راجل كريم، سيدنا أبو بكر كان راجل كريم، وهكذا. فعلماء الحديث يتساهلون في باب المناقب أو الفضائل. طيب الإمام الترمذي أورد هذه الرواية المكذوبة ثم قال: باب مناقب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حديث رقم 3712. وبعدين هيروي القصة أنه الرسول أرسل علي بن أبي طالب، وأنه حصل خلاف بينه وبين الصحابة إلى آخره. هنا الإمام الترمذي هيقول إيه؟ هيحكم يقول: هذا حديث حسن غريب. يعني الإمام الترمذي نفسه بيقول الرواية دي غريبة، أنا متشكك فيها. فأنا بعجب أنه في مشايخ يقولون هذا جاء في الترمذي، الترمذي بيقول لك هذا غريب. الترمذي نفسه وضعه يقول أنه يبدو أنه كان مشتهر في عصره، يعني في المساجد في كذا. وأنتم تعرفون هذه الفترة فترة تشيع، القرن الثالث الهجري، كان في الشيعة يريدون إسقاط الدولة العباسية، فكانوا يضعون روايات مكذوبة يلصقونها على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم أن الخلافة في أحفاد علي بن أبي طالب لإسقاطها من مين؟ من الدولة العباسية، لأن العباسيين أحفاد سيدنا العباس عم النبي. فهمنا؟ فهو يقول هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه، من حديث جعفر ابن سليمان. وبعدين هيروي مرة أخرى وهيقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كنت مولاه فعلي مولاه. ويعلق الإمام الترمذي: هذا حديث حسن غريب. الغريب بقى أن الشيخ الألباني اللي هو كان في السعودية بيأتي على هذه الأحاديث الغريبة أو الضعيفة ويقول لا هي صحيحة. والشيخ ابن باز قال إن الشيخ الألباني متساهل. يعني أنت تجد النسائي يقول هذا الحديث غير صحيح، لكن الألباني يقول لا الحديث صحيح. الترمذي يقول هذا الحديث غريب، فيأتي الشيخ الألباني يقول لا هذا الحديث صحيح. في أمور كثيرة بهذا المنظر. يعني هنا كتاب، ده رسالة دكتوراه في السعودية، اسمه أثر التشيع على الروايات التاريخية في القرن الأول الهجري، تأليف الدكتور عبد العزيز محمد نور، ودي كانت بالأصل درجة دكتوراه. وعمل هو بحث عن هذه الرواية، وعمل صفحة 299 قصة غدير خم. وهيهمنا يعني بعد ما شرح طويل قال نلاحظ أن خبر غدير خم قد نقله عدد من الرواه الشيعة، فقد ورد عن طريق حبة العرني، ومن طريق سليمان بن قرم، ومن طريق سلمى بن كهيل، ومن طريق علي بن زيد بن جدعان، ومن طريق يزيد بن أبي زياد. يزيد بن أبي زياد ده يروي حديث كثيرة جدا في موضوع الحسن وسيدنا الحسن والحسين، غالبية اللي قال منه، وده شيعي من الكوفة. ومن طريق فطر بن خليفة، ومن طريق جعفر بن سليمان الضبعي، ومن طريق عبد الرزاق. يعني 9 رواه كلهم شيعة. طيب نأتي إلى الإمام ابن تيمية رحمه الله في كتابه مجموع الفتاوى المجلد الرابع صفحة 418، يقول هذه رواية مكذوبة وألصقت بالرسول صلى الله عليه وسلم. يقول قول الرسول صلى الله عليه وسلم المنسوب له يعني: اللهم انصر من نصر علي. يقول إن هذا يخالف الواقع،
فقد قاتل مع سيدنا علي أقوام يوم صفين فما انتصروا. هو الرواية المكذوبة تقول الرسول دعا سيدنا علي أنه اللي يقاتل مع سيدنا علي ينتصر، فهؤلاء قاتلوا مع سيدنا علي يوم صفين ضد سيدنا معاوية ولم ينتصروا. فإذا نحن أمام احتمالين، إما أن ربنا رفض الاستجابة لدعاء الرسول، أو أن الرسول لم يدعو من الأصل يعني. فالإمام ابن تيمية يقول الرسول أصلا لم يدعو من الأصل، هذه رواية مكذوبة. ثم يكمل: وهناك أقوام لم يقاتلوا فما خذلوا كسعد بن أبي وقاص الذي فتح العراق لم يقاتل مع علي. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ثالث من اعتنق الإسلام من الرجال، وهذا من 10 مبشرين بالجنة ومن المهاجرين الأوائل، وشاهد المعارك كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أسقط إمبراطورية الفرس، يعني خالد رقم 1 واللي أكمل سعد بن أبي وقاص معركة القادسية، وكان مرشح يكون خليفة مع سيدنا عثمان، ولكن الصحابة اختاروا سيدنا عثمان بن عفان. وسعد بن أبي وقاص رفض لا ينضم لسيدنا معاوية ولا ينضم لسيدنا علي، ومعناها أنه هو رأى أنه لا سيدنا علي على حق أو لا سيدنا معاوية على حق، أو يعني هو اعترض على الطرفين، رفض أن يقاتل هنا ويقاتل هنا. فهل خذله الله؟ لا، سعد بن أبي وقاص انتصر في كل الجيوش المعارك التي خاضها رضي الله عنه، وهو من المبشرين بالجنة ومذكور في القرآن الكريم. يضيف الإمام ابن تيمية: وكذلك أصحاب معاوية بن أبي سفيان وبني أمية الذين قاتلوا علي فتحوا كثيرا من بلاد الكفار ونصرهم الله. يعني سيدنا معاوية وغيره من بني أمية اللي كانوا ضد سيدنا علي، هؤلاء غزوا بلاد الروم وانتصروا، وفتحوا قبرص وفتحوا رودس وفتحوا جزر كريت وفتحوا جنوب تركيا أو جنوب الأناضول حاليا، وفتحوا كثير من بلاد الكفار وانتصروا، فالله نصرهم. فهذا يعني إما الرسول لم يدعو أصلا أو أن الله لم يستجب لدعائه، فبيقول الرسول أصلا لم يدعو. هذه رواية مكذوبة على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. يضيف الإمام ابن تيمية: كذلك قول الرسول المنسوب إليه يعني: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، يقول هذا مخالف لأصل الإسلام، فإن القرآن قد بين أن المؤمنين إخوة مع قتالهم وبغي بعضهم على بعض. يعني الله سبحانه وتعالى يقول: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا. سيدنا علي مؤمن وسيدنا معاوية مؤمن، ومؤمنين اقتتلوا، وده بنص القرآن. فكيف يأتي في الرواية أن ربنا يقول أن الرسول يقول عادي من يعادي علي؟ طب ما حصل أن في ناس عادت سيدنا علي وهم مؤمنين من الصحابة يعني، وصحابة كبار، يعني عمرو بن العاص أكبر من معاوية وأهم من معاوية كثير على فكرة يعني. طيب يضيف شيخ الإسلام ابن تيمية: وقول الرسول القول المنسوب له: من كنت مولاه فعلي مولاه، فمن أهل الحديث من طعن فيه كالبخاري وغيره، ومنهم من حسنه. وبعدين بيتحدث يقول لك حتى على الفرض البعيد أنه لو الرسول قال من كنت مولاه فعلي مولاه، فهو لم يقل من كنت خليفته فعلي خليفتي. ده المولى ده يعني الحلف، والقبائل اللي أنتم كنتم تعلمون القبائل كانت بتعمل أحلاف، يقول لك أنت مولى من، أنت حليف من. طيب هنا نأتي إلى صحيح مسلم في الحديث رقم 2048، سنجد أنه لم يذكر شيئا علي بن أبي طالب. لا الرسول قال له أنت مولاي ولا أنا مولاك ولا أي حاجة خالص. والبخاري نفس الموضوع على فكرة. والرسول طبيعي في موسم الحج أو في السفر بينزل عند المياه، شيء طبيعي. فلما ينزل عند أي مياه ده طبيعي. فالاستشهاد بأن الرسول فعلا هل نزل فعلا؟ ما في ناس للأسف، ودي من الأخطاء وجدها في الصفحات الإسلامية، يقول لك هذا جاء في صحيح مسلم، لكن هل في صحيح مسلم أن الرسول قال علي هو مولاي وهو اللي هيكون خليفتي؟ لا. فهنا الإمام مسلم يقول إيه؟ الراوي راح إلى الصحابي زيد بن أرقم رضي الله عنه، فسيدنا زيد قال: يا ابن أخي، للي هو بيكلمه، والله لقد كبرت سني وقدم عهدي ونسيت بعض الذي كنت أعي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما حدثتكم فاقبلوا وما لا فلا تكلفني. هنا المنسوب للصحابي زيد بن أرقم
وقال أنا عجزت وأصبحت أنساه، فبالتالي هنا باقي الرواية لا تقبل. طيب هنفترض بقى أن هي صحيحة. تعالوا نأخذ الوجه الثاني الصح، هنجد أن هو الإمام مسلم نفسه لم يقل أنها صحيحة، ده بل الإمام مسلم قال قد تكون خاطئة. مش ليس كلامي أنا ناقل لما يقوله الإمام مسلم والعلماء كما تشاهدون. يقول أن الرسول صلى الله عليه وسلم نزل عند غدير خم، وبعدين قال أنه أنا يعني على وشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، يعني يأتيني ملك الموت يعني، وأنا تارك فيكم ثقلين، كتاب الله فيه الهدى والنور، ورغب في كتاب الله. ثم قال الرسول وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي. فقال له حسين اللي بيسأل الصحابي ومن أهل بيته يا زيد، يا زيد بن أرقم، يعني أليس نساؤه من أهل بيته؟ يعني زوجات الرسول، لأنه في القرآن الكريم أهل البيت من؟ زوجات الرسول. الآيات كلها اللي في وسطها كلمة أهل البيت ربنا بيخاطب ويتحدث مع زوجات الرسول. أنا أريد من الناس ومن المشايخ اللغة اصطلاح، يعني ما يقال أهل البيت يعني ليس ساكن البيت. زي احنا في مصر عندنا نادي اسمه نادي رياضي اسمه نادي الزمالك. الزمالك يعني العشش، فهل هو نادي العشش؟ لا، هي كان قديما بيسكنها، كان فيها عشش للجنود أيام دولة المماليك، لكن الآن أصبحت حي راقي جدا. فنادي الزمالك ليس ان منطقة الزمالك منطقة عشش، دي منطقة كلها أبراج سكنية وفلل وفخمة جدا في القاهرة. فنادي الزمالك نادي حي الزمالك، ودي منطقة فخمة. انها تمسك لي القاموس وتطلع وتقول لي كده، اللغة اصطلاح. هذا في قصة سيدنا إبراهيم في القرآن، لما الملائكة خاطبوا زوج سيدنا إبراهيم بأهل البيت، ولما الله خاطب زوجات النبي بأهل البيت، ولما سيدنا موسى سار بأهله بزوجته. لكن أقارب الرسول علي بن أبي طالب هؤلاء أهل الرسول، لأنه أيضا ورد في القرآن الكريم كلمة أهل الرجل، خلاص. لكن أهل البيت الزوجات. وهنا حتى اللي بيسأل زيد بن أرقم الصحابي بيقول له أليس أهل البيت هن زوجاته؟ فيقول له نعم. قال نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرم الصدقة بعده. قال ومن هم؟ قال هم آل علي، آل عقيل، آل جعفر، آل العباس. قال كل هؤلاء حرم الايه؟ الصدقة. من سيستفيد من هذه الرواية إن صحت؟ الدولة العباسية، وقامت وقتلت وعملت معارك وأسقطت الدولة الأموية استنادا إلى أن احنا إيه؟ أهل البيت. فالرواية هنا لا أثر سياسي. طيب نأتي إلى صحيح مسلم. صحيح مسلم يعني أورد هذه الرواية ثم أورد أسفل منها على طول رواية أخرى عن نفس الواقع عكسها وتكذبها، فمعناه أن الإمام مسلم غير مقتنع بهذه الرواية. فرقم 37 بيروي الحكاية بنفس الموضوع، ذهبوا للصحابي زيد بن أرقم وقال إن أنا كبرت في السن إلى آخره، وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إني تارك فيكم ثقلين، أحدهما كتاب الله عز وجل وهو حبل الله. وهيكمل ويتحدث عن أهل البيت. فقلنا من أهل البيت؟ بيته نساؤه زوجات الرسول. قال الصحابي زيد لا، فالرواية هذه قال زوجات النبي ليسوا من أهل البيت. بهذه نصدق أي بقى رواية من الاثنين، وكلاهما في صحيح مسلم أسفل بعضهما البعض. بيسألوا هل نساء منهم؟ قال الصحابي زيد لا، وأيم الله إن المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر ثم يطلقها فترجع إلى أبيها وقومها، أهل بيته هم أهل بيت الرجل، هم أصله وأصبطه الذين حرموا الصدقة بعده. فهنا خرج كل زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. طيب والروايتين حتى على فرض صحتهما بتضدهما ليس فيهما اسم علي بن أبي طالب. فأنا والله أنا عجبت يعني إن مشايخ وغدير خم ورد في صحيح مسلم غير صحيح. أين اسم علي بن أبي طالب؟ ولا ذكر له. طب نذهب إلى البخاري.
هنا في فتح الباري في شرح صحيح البخاري الجزء الثامن، احنا هناخد ما قاله الإمام البخاري 61 باب بعث علي بن أبي طالب وخالد بن الوليد إلى اليمن رضي الله عنهما. وقال إنه البراء رضي الله عنه صحابي قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم بعثنا رسول الله مع خالد بن الوليد إلى اليمن، قال ثم بعث عليا بعد ذلك مكانه، فقال الرسول مر أصحاب خالد من شاء منهم أن يعقب معك، يعني يستمر معك فليعقب، ومن شاء فليقبل، يعني اللي عاوز يرجع يرجع. فكنت في من عقب معه، يعني بقيت يعني. فقال فغنمت أواقي ذوات عدد، يعني غنم حاجات. طيب ثم البخاري بيروي ما جاء في هذه الواقعة بتاع سيدنا علي وسيدنا خالد أكثر من مرة، ولا يذكر فيها أبدا أن الرسول قال للصحابة من كنت مولاه فعلي مولاه. حدثني أدي البخاري أيضا حديث 4350، ويقول أيضا عن صحابي اسمه بريدة عن أبيه بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا إلى خالد ليقبض الخمس، وكنت أبغض عليا وقد اغتسل، فقلت لخالد ألا ترى إلى هذا؟ فلما قدمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذكرت له ذلك، فقال يا بريدة أتبغض علي؟ فقلت نعم. قال لا تبغضه فإن له في الخمس أكثر منك. يعني في صحابي بيكره سيدنا علي وشايف أن سيدنا علي ظلم في القسمة، فالرسول قال له لا، هو حكم سيدنا علي صحيح وأنت حبه لأنه حكمه صحيح. وهنا هنجد رواية البخاري أنه لم يحدث خلاف بين الصحابة وبين سيدنا علي كما تقدم الرواية الشيعية. أيضا الحديث في البخاري 4351 صفحة 67، ده في كتاب شرح الباري صحيح البخاري. أيضا نفس تكرار يعني، وإنه واحد هيختلف مع سيدنا خالد بن الوليد إلى آخره، لكن ما فيها شيء خالص. اقرأ يعني، وقفوا الشاشة واقرأوا النص، ما في أي شيء عن تخص سيدنا على الإطلاق. احنا نختم بالقرآن الكريم. معنى كلمة مولى في القرآن الكريم، مولى يعني ليس خليفة، مولى اللي هو الحليف والناصير. فمثلا في القرآن الكريم يقول الله سبحانه وتعالى ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا، يعني ليس الله خليفة للذين آمنوا يعني لأن يرث الحكم بعدنا يعني، وأن الكافرين لا مولى لهم، يعني لا نصير لا حليف لهم لا سند لهم. يوم لا يغني مولى عن مولى شيئا وهم لا ينصرون، يعني يوم القيامة لن يغني صديق عن صديقه أو صاحب عن صاحبه. يقول الله ولكل جعلنا مواليه، يعني عصبة اللي هم الأقارب أولاد العم إلى آخره، مما ترك الوالدان والأقربون إلى آخره. أيضا في قوله تعالى وإني خفت الموالي من ورائي، يعني خفت أقاربي من ورائي يعني. أخيرا نختم أيضا بالقرآن الكريم. هل ورد أي ذكر في القرآن الكريم لمبايعة أن الرسول صلى الله عليه وسلم طلب من المسلمين أن يبايع سيدنا علي بعده؟ الإجابة لا، بل نجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر بيعات أقل أهمية من البيعة التي يزعم الشيعة وجودها، فعدم ذكرها في القرآن دليل على أنها لم تحدث أصلا، وإلا كان ذكرها الله سبحانه وتعالى إذا كانت مهمة هكذا. فمثلا الله سبحانه وتعالى ذكر بيعة سيدنا عثمان. كما تعلمون في صلح الحديبية الرسول صلى الله عليه وسلم أخذ المسلمين للحج، وبعدين أرسل سيدنا عثمان كرسول لقريش في مكة كي يطلب منهم أنا قادم حج ولست الحرب فاسمحوا لنا أن نحج حول الكعبة. فسيدنا عثمان تأخر، فالرسول أخذ البيعة من الصحابة على أن يقاتلوا الكفار في قريش إن لم يعد سيدنا عثمان، ودي وقعة وقتية وليس مثل أن علي هيكون خليفتي وكذا. فتعالوا هنا الله سبحانه وتعالى يقول عن هذه الواقعة لقد رضي الله عن المؤمنين إذ، خلي بالك المؤمنين اللي هم الصحابة يعني، لأن الشيعة يكفرون الصحابة لكن الله يقول عليهم في القرآن المؤمنين. فعلي خامنئي في إيران والخميني يرون أنفسهم مؤمنين والصحابة كفار، يكذبوا الله. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. فهنا انظروا كلمة يبايعونك، وطبعا يعني فيما يتعلق بالطاعة والسمع والطاعة
القرآن دايما بيستخدم لفظ الايه؟ المبايعة. طيب حتى في الروايات الشيعية عن حديث الغدير هذه لم يرد فيها كلمة فبايعوا أو مبايعوا علي على الإطلاق، لا خليفة ولا مبايع. أيضا الله سبحانه وتعالى يقول إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله. قوله تعالى فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. وأيضا ده هنا بيعة الشجرة في صلح الحديبية. وأيضا الله يقول في آية أخرى يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله. يعني ربنا ذكر بيعة نساء مؤمنات للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لم يذكر أنه أحد بايع سيدنا علي أو أن الرسول طلب من أحد يبايع سيدنا علي. نختم أخيرا أنه يتضح أن المسألة سياسية تتعلق أن إيران تريد حكم البلاد الإسلامية وحكم الشعوب الإسلامية، وأنه طلب خامنئي من الرئيس التركي أردوغان هو طلب سياسي وليس طلب ديني، وخامنئي ليس عنده ما يفيد شيء أن الرسول طلب من المسلمين أن يبايعوا سيدنا علي. وبالمناسبة لو أن سيدنا علي كان هو الخليفة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لقضي ودمر الإسلام تدميرا، لأنه كان بكل بساطة أعداء الإسلام سيقولون محمد هذا ملك كان بيعمل حكم عائلي كأي ملك بيورث الحكم لأولاده وأحفاده العلي وحسن والحسين إلى آخره. لكن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يوصي أبدا بالحكم لأحد، أو الخلافة، يعني الخلافة الحكم يعني لأحد، فأنت تأتي أي مسيحي يهودي هندوسي تسأله من هو محمد لا يعرف أن يجيب، لا يستطيع أن يقول أنه ملك، لأنه فعلا لم يرث الحكم عن أحد من آبائه ولم يورث أصلا الحكم. وننظر أنه هو لم يستفد شيئا من كل هذه المسألة، في مسألة دنيوية، يعني ده حياته كلها كانت تعب وبلاء يعني. فأرجو مشاهدينا أن تكون الصورة قد وضحت. وفي الختام هنا مذكرات مفتي روسيا، لأنه ذهب إلى إيران وذهب إلى العراق، فقال وجدتهم يرفعون رايات من الأعلى أن احنا بنحب أهل البيت وأقارب الرسول، لكن في الحقيقة وجدت أنهم يشتمون سيدنا علي وسيدنا الحسين وسيدنا الحسن وغيرهم من أحفاد الرسول صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أجمعين، وهم براء تماما مما يلصق بهم. مفتي روسيا كان هرب من الثورة الشيوعية أيام لينين، فاتجه إلى إيران والعراق ثم إلى مصر، مات مصر في النهاية. أرجو الاستماع لهذه المذكرات. هنا قائمة فيديوهات على اليوتيوب أرجو الاستماع إليها، أسفل الفيديو رابط صفحاتي على الفيسبوك وتويتر، وقناة الجديدة على التليجرام أرجو منكم الاشتراك فيها. هنا قائمة فيديوهات الوثائقية التاريخية أرجو أن تشاهدوها الأمات في مجال التاريخ، أرجو منكم الاشتراك في القناة بالضغط على هذا الزر. وإلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.